إن شاء الله تعالى. أشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لهذا اللقاء وأعاننا على ختامه والأمور بخواتمها. أحسن الله خواتمنا وخواتمكم وخواتم أعمالنا وأعمالكم. هذا اللقاء كانت كنت عددت كلمة لكنها طويلة فتركتها بالكامل اختصارا للوقت، وسنختم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كنموذج للوسطية. اجتمع في هذا الحديث أمين السماء مع أمين الأرض، هو حديث جبريل عليه السلام. من نظر في هذا الحديث بتأمل وجد فيه 5 أسئلة، كل سؤال جانبا من جوانب الوسطية. أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة، أخبرني عن أماراتها. إذا نظرت إلى هذه الأسئلة ونظرت إلى الإنسان استطعت أن تقسم الأسئلة ال5 على جوانب الإنسان. ما لجسم الإنسان من هذا الدين؟ الإسلام. ما لعقل الإنسان من هذا الدين؟ الإيمان. ما لروح هذا الإنسان من الدين؟ الإحسان. ما لعواطف الإنسان من هذا الدين؟ القيامة وما يتعلق بها. نعود إلى جسم الإنسان، إلى الظاهر، لنربط الأركان ال5 بظاهر حياة الناس. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو وقف شخص فقال في نفسه أشهد أن لا إله إلا الله ولن يسمعه أحد، أيدخل الإسلام؟ لا. ولو اعتقد بقلبه أنه لا إله إلا الله ولم ينطق بها لسانه لا يعد مسلما، لأننا لم نسمع ولم نشهد. والشهادة تقتضي اعتقادا بالقلب ونطقا باللسان، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وأعظم شهادة هي شهادة لا إله إلا الله، لأن هذا ظاهر اعتقده القلب في الباطن ونطق به اللسان في الظاهر. هذا لسانك أيها الإنسان. ثم بعد ذلك اللسان يتحرك الجسد إيمانا بأنه لا إله إلا الله. وأول حركة في الجسد الصلاة، قياما وركوعا وسجودا لمن؟ لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولهذا كانت هذه الأفعال لا يجوز صرفها إلا لله. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقوموا لله قانتين. كذلك الركوع لا يكون إلا لله، كذلك السجود لا يكون إلا لله. أفعال بدنية لكنها خاصة بالله جل جلاله، وسطية. ثم ماذا؟ ثم يأتي حركة الإنسان في الحياة، يعمل فيحصل عنده المال. فماذا يفعل بالمال؟ جاءت الزكاة أيضا لتبين الحق الواجب لله في المال، جزء من 40 جزء، وهذا شيء بسيط جدا، 2.5% في غالب المال وما عدا ما فصله الشارع. ثم ماذا؟ ثم يعود إلى جانب آخر من جوانب الإسلام متعلق بالترك، لأن الإسلام أمر ونهي. أمر صلاة أمر، زكاة أمر، ونهي الصيام. الصيام نهي، صيام ترك، يعني اترك الأكل، اترك الشرب، اترك امرأتك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا نهي ترك. ولا بد لكمال الإسلام أن يكون ثمة أمر وثمة نهي. ما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وهنا جاء النهي فأوله صيام، ولهذا قال الصيام جنة، والصيام قال الله الصوم لي. وبين هنا أن النهي أخطر على الإنسان من الأمر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فتح باب الاستطاعة. وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لا يفتح في باب الاستطاعة. لا يقول أحد أنا ما أستطيع أترك الخمر، أنا ما أستطيع أترك الزنا، أنا ما أستطيع أترك الربا. لا، الترك لا مجال فيه، لأن الترك لا يكلف شيء. الترك سهل، أما الأمر فصعب، يحتاج إلى بذل الوسع. سمعنا وأطعنا، فقال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في الأمر. أما الترك فبوسع كل أحد يترك. طيب، ثم ماذا؟ ثم يأتي الفعل الآخر الذي جمع فيه البدن والمال معا، وهو الحج. الحج إلى بيت الله والعمرة إلى بيت الله جمع فيها المال والبدن مع بعض. هذا كان الإسلام 5 تتعلق بالظاهر، توازن بالظاهر، ما يتعلق بجسمك أيها الإنسان.
وننتقل من الجسم إلى العقل، وهنا يفتح باب الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا دخل الإيمان إلى قلبك كان ذلك أمرا باطنا، كان ذلك أمرا متعلق بالعقل لا نراه نحن، لذلك لا يجوز أن تشهد لأحد أن هذا مؤمن، لأنه لا يعلم الإيمان إلا الله. قل أحسبه كذلك والله حسيبه ولا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. العقل الذي هو يتعلق بأمر الإيمان، الأمور التي كلف العقل بها في الإيمان سهل أن تؤمن بالله. كل شواهد وجود الله العقل واضح، وملائكته كذلك، وكتبه كذلك، ورسله كذلك، واليوم الآخر كذلك، والقضاء والقدر خيره وشره أمور واضحة تعقل تدرك بالعقل. هذا يعني أيضا الوسطية في مسائل العقل، فالله لم يكلف العقل بأمور لا تدرك، ولهذا لا تفكر في ذات الله، لأنك لا يمكن تحيط بذات الله بالتفكير، لكن فكر في خلق الله عز وجل. ثم ننتقل من العقل وواجباته والتكليفات التي أحيطت به وميطت به، وهي أمور لا بد منها لقيام الإسلام أصلا، فلا إسلام بلا إيمان، إلى الروح. الروح لم تأتي إلا بعد جسم قوي قام بالتكاليف وعقل سليم استوعب التكاليف، فحصل الإحسان بمطابقة أعمال الجسم مع أعمال العقل، فذمة الإحسان، لأن الروح سترفرف إلى باريها وستشاهد الله جل جلاله في أعمال الجسد يوم قام يصلي وقوموا لله قانتين، يوم قام يزكي وقت الزكاة، يوم صام لله، يوم حج إلى بيت الله. عندئذ وجدت الروح مجالها في الاتصال بباريها، فإذا سويته ذاك الجسم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فأضاف الروح إليه فلا تستقر إلا عنده ولا تتلذذ إلا بمناجاته، فلها حظ في شريعة الإسلام من لقائها بالله جل جلاله. لذلك كان الإحسان متعلق بالروح، أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا مقام المراقبة. فالروح بين أمرين، إن غلب عليها حال الاتصال بالله كانت في مقام مشاهدة الله، وإن قل ذلك كانت في مقام استشعار مراقبة الله عز وجل لها. ومن ثم يتولد في القلب بعد هذا المقام أمرين اثنين. الأمر الأول الحب العظيم لله الذي يدفع إلى الشوق إلى لقائه، والأمر الثاني الخوف منه والرجاء فيه في وقت واحد، يخاف ألا يراه ألا يدخل جنته ويرجو أن يراه ويدخل جنته. فتجتمع عندئذ في قلب العبد ثلاث هي مقومات حياته، هي دوافع اتصاله بربه، والأمور الثلاثة هي فاتحة الكتاب. كمال محبة الله في كمال معرفته، كمال الخوف من الله في كمال معرفته، كمال الرجاء في الله في كمال معرفته، وذلك لا يحصل إلا بالعلم به، إنما يخشى الله من عباده العلماء. من ثم جاء يوم لقائه، ويوم لقاء الله ويوم القيامة، وهذا جانب النفس، لأن النفس أمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. طيب كيف تقف هذه النفس عن أمرها بالسوء وتنتقل إلى نفس دوامة على فعل السوء الذي كانت تأمر به؟ ذلك لا يكون إلا باستحضار الآخرة، كما قال الله جل جلاله إنا أخلصناهم بخالصة، ما هي؟ ذكر الدار، دار الآخرة. فعندما تستشعر القيامة فإن نفسك التي كانت تأمرك بالسوء ستخاف، فتأمرك بالتوبة، تأمرك بالإقبال على الله بعدما كانت تأمرك بالبعد عنه. لهذا قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا الطريق الرابع الذي به يحصل التوازن. فجاء حديث جبريل حديثا جامعا للوسطية الإسلامية فيما يتعلق بالجسد وظاهر الأعمال الإسلامية والعقل وباطن الأمور الاعتقادية والروح وما يتعلق بتزكيتها والنفس وما يتعلق بأمور تأديبها وإرجاعها إلى بارها. وهذا من تكامل هذا الدين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنه جبريل أتاكم يعلمكم ماذا؟ دينكم. فالدين كله في هذا الحديث الموجز المختصر الذي لم يترك للنفس مجالا لا للجسد ولا للعقل
ولا للروح ولا للعواطف إلا وأعطى العلاج الوسط لإصلاحه. وبهذا يصلح الإنسان الفرد، ومن ثم تصلح الأسرة، ومن ثم تصلح القبيلة، وتصلح المدينة، ويصلح المجتمع، وتصلح الأمة. وبصلاح فرد واحد تصلح أسرته، ولا فرد يصلح إلا إذا صلح قلبه، ولا قلب يصلح إلا إذا اتصل بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.